يسعد لي اوقاتكم اخواتي. اليوم رح نعمل اكلة جزائرية اللي هي طاجين بالزيتون. مكوناتي هي زيتون ودجاج وجزر وبصل مفروم ناعم. اول شي عندي رح احط بالطنجرة زيت وسمنة، هذا 3 معالق زيت نباتي، معلقة كبيرة سمنة حيوانية. هلا رح نزل الدجاج مشان نحمصه، وهلا بعد ما تحمصوا معنا الفروجات شوي عندي 3 بصلات انا مفرومين ناعم رح نزلهم فوقهم. هلا رح نخلي البصلات لحتى يدبلوا معنا. هلا بهاراتهم عندي نص معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة كركم، ونص معلقة صغيرة زنجبيل، ربع معلقة صغيرة هيل ناعم، معلقة كبيرة ملح، وربع معلقة صغيرة قرفة، وعندي كم ورقة غار كمان رح نزلهم فوقهم، و3 اسنان توم مهروسين ناعم. هلا رح حركهم كلياتهم بقلب بعضهم بالبهارات، ورح اترك البصل لحتى يدبل معنا. وهلا بعد ما دبلت معنا البصل يا اخواتي عندي الزيتون انا مغسله وناقعه بالمي لحتى رايحة المرورة منه والملح. رح نزل الزيتونات فوقهم مشان يحمصهم معهم شوي كمان. وعندي جزرتين مقطعين شرايح هيك ومقشرين رح نزلهم كمان فوقهم عشان يتحمصوا هن والزيتونات. وهلا بعد ما حمصت الزيتون والجزر رح انزل عليهم بمي سخنة عم تغلي لحتى ينغمر معنا الدجاج. وهلا رح غطيهم شي نص ساعة لحتى يستوي معنا الدجاج على الاخير. وهلا بعد ما استوى معنا الدجاج هلا رح نشيله ونحط على ورقة زبدة ونحمص وجههم بالفرن. وهيك اخواتي وصفتنا لليوم صارت جاهزة، ان شاء الله تعجبكم، ولا تنسونا بالمتابعة واللايك، وصحتين وهنا للجميع.